تاني محاضرة معانا في اللور ليمب هنتكلم فيها على الجزء بتاع البونز. احنا خدنا في المحاضرة الأولى كانت انترودكشن وعملنا اوفر فيو على كل الحاجات اللي هنتكلم عليها في اللور ليمب. عرفنا هنتكلم مثلا على قد ايه ماسل، هنتكلم على ايه كجوينت، هنتكلم على ايه كبونز. وبدأنا في الجزء بتاع البونز وعرفنا الفيتشر بتاعت كل عظمة فيهم، بيبقى ايه الحاجات اللي انا عايز احفظها فيهم وايه الفيتشر المهمة اللي هتفيدني بعد كده في الجزء بتاع الماسل. النهارده يعتبر هنعيد الجزء بتاع البون تاني بالتفاصيل المكتوبة عشان نبقى عارفين التفاصيل والحاجات بتاعة البونز. وبرضه ممكن ناخده جزء من الجوينت يعني برضه بشكل اوفر فيو. مش هنتعمق جوي لان ده الجزء اصلا يعتبر عملي اكتر، جزء البون ده يعتبر عملي اكتر، اما جزء المسل هو اللي ممكن يجيلك فيه اسئله كتير في الجزء بتاع سواء الميد او سواء الفاينل. اما الجزء بتاع البون ده بيعتبر عملي اكتر، لازم تبقى عارفه عشان العملي، ولكن لازم نشرحه. فهنبدأ أول حاجة معانا بالهيب بون. احنا قلنا ايه البون اللي موجودة معانا في اللور ليم؟ قلنا أول حاجة عندي التو هيب بون اللي متحدين مع بعض في حتة سميناها السيميفيزيس بيوبس. بعديها هلاقي مين؟ بعديها هلاقي الفيمر، بعد الفيمر هلاقي التibia، بعد التibia هلاقي الفيبولا أو جنبيها هلاقي الفيبولا، وبعد كده أنزل العظام بتاعة الفوت اللي هم التارزل والميتاتارزل والفالنجيز. نبدأ أول واحدة بالهيب بون. احنا قلنا الهيب بون هنحفظوها ازاي؟ هنحفظوها ان احنا بنقسموها إلى كذا جزء. لو بصينا من فوق بنلاقوا الإليم، لو بصينا من تحت ومن قدام هتلاقي البيوبس، طب من تحت ومن ورا هتلاقي الاسكيم. يبقى دول التلات أجزاء بتوعها. وقلنا الاتحاد بتوع التلات أجزاء اللي يكونوا لك الهيب جوينت الهيب بون هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لك حاجة اسمها اسيتابليوم. يبقى اتحاد التلاتة بارت من الهيب بون هيتحدوا عشان يكونوا لك الاسيتابليوم. طب الاسيتابليوم ده هيعمل ايه؟ ده الاسيتابليوم ده اللي هيحصل فيه ارتكيوليشن بينه وبين الفيمر عشان يكون لك الهيب جوينت. وقلنا في المحاضرة اللي فاتت ان الاسيتابليوم هو ده اللي هيعمل ارتكيوليشن بينه وبين الفيمر عشان يكون لك الهيب جوينت. لو ما راجعتوش المحاضرة اللي فاتت لازم تحضروها، يعني مهمة جدا عشان الجزء ده هيبقى مبني عليها برضه. احنا بنحاول مراجعة سريعة بس للحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى احنا قلنا لغاية دلوقتي انا معايا من فوق إليم، معايا من تحت من قدام بيوبس، ومعايا من تحت من ورا اسكيم. وقلنا الاتحاد بتاع التلاتة دول هيكون لك حاجة موجودة لاترالي، بحطها لاترالي عشان تبقى ناحية الفيمر من بره، وتكون لك الهيب جوينت اللي هي الاسيتابليوم. وده الكلام المكتوب، قال لك ان هي بتتكون من اليم، تتكون من اسكيم، تتكون من بيوبس، والثلاثه لما يتحدوا مع بعض بيكونوا لك حاجه اسمها اسيتابليوم. برضه في حته احنا ما قلناش المره اللي فاتت، الارتكيوليشن بتاع الهيب بون مع السكرم. لو بصيت كده على الرسمه اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت هتلاقي ان الهيب بون عامله ارتكيوليشن هنا مع السكرم. الجوينت ده هسميه ايه؟ ده الاليم بتاعت الهيب بون، يبقى ده اسمه ساكرو الياك جوينت. ساكرو الياك جوينت يبقى الارتكيوليشن اللي بين السكرم وبين الهيب بون اسمه ساكرو الياك جوينت. يبقى كده الارتكيوليشن اسمه ساكرو الياك جوينت. والتو هيب بون هيتحدوا مع بعض ازاي؟ هيتحدوا مع بعض عن طريق السيميفيزيس بيوبس، او يكونوا لك السيميفيزيس بيوبس. الهيب بون دي هتتحد مع الهيب بون دي ويكونوا لك السيميفيزيس بيوبس زي ما شفنا. ادي هو السيميفيزيس بيوبس جاي من الاتحاد بتاع الهيب بون الناحيه اليمين والهيب بون بتاعت الناحيه الشمال. ادي هيب بون وادي هيب بون هيتحدوا مع بعض في السيميفيزيس بيوبس ويكونوه لك. يبقى بعد كده خلصنا كده الجزء بتاع الهيب بون اليم واسكيام وبيوبس. نبدا ناخد كل جزء وندرسه. بالنسبه لي الاليم ده الابر بارت من الهيب بون، وبيكون فلاتنت زي برضو ما خدنا ان قبل كده في الانواع بتاعه البون ان الهيب بون كلها بتكون irregular، ولكن ممكن اقول عليها فلاتنت لان فيها حاجات فلاتنت زي مثلا الاليم فلات، اما في حاجات زي الاسكم والبيبس بيكونوا irregular. بس بشكل عام الهيب بون بتكون irregular. لو جينا بصينا على الاليم، قلت لك الاليم هتحفظها ازاي؟ انت تاخدها من فوق لتحت. اول حاجه من فوق عندك حاجه اسمها الياك كريست. الإلياك كريست بدايته منين ونهايته فين؟ هو أول حاجة بيقول لك إن هو تقدر تحسه تحت الجلد، من الحاجات السبكوتينيوس واللي تقدر تحسه تحت الجلد. برضه بيكون إيه؟ بيكون بدايته من الأنتيرور سوبيريور إلياك سباين لغاية البوستيرور سوبيريور إلياك سباين. يعني لو ده كده أدي الإلياك كريست، بدايته من الانتيرو سوبيرور إلياك سباين للبوستيرور سوبيرور إلياك سباين. قلنا في تو سباين موجودين على الجناب، ده اللي بيحدوا لك الكريست. وقلنا الكريست قسمناه انتيرو تلتين وبوستيرو تلت، وعرفنا ان الانتيرو تلتين كان ليه 3 اجزاء. الإلياك تيوبريكل بلاقيه موجود فين؟ قال لك ان هو موجود ورا الانتيرو سوبيرور إلياك سباين، بتلاقي تيوبريكل بتاع الإليم. يبقى تاني الإليم احنا اتكلمنا ان فيها ايه؟ اول حاجه في الإليم لازم تبقى عارفها ان فيها من فوق الكريست اللي احنا قلنا عليه، وبتلاقي فيه التيوبريكل بتاع الإليم. ولو جينا بصينا بنلاقوا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان انا عندي لو انا من قدام، لو من الناحيه الانتيرور بلاقي الإلياك فصه، لو انا جيت بصيت من ورا هلاقي الثري جلوتيال لاين. مهمين دول الثري جلوتيال لاين، واحد بوستيرور واحد انتيرور واللي من تحت ده هو الانفيرور. بوستيرور انتيرور انفيرور.
بعد كده ناخد الجزء بتاع الجناب، قلنا هنلاقوا فيها ايه؟ هنلاقوا anterior superior iliac spine وانتيرور انفيرور إلياك سباين، وهتلاقي بوستيرور سوبيرور إلياك سباين وبوستيرور انفيرور إلياك سباين. تحت البوستيرور انفيرور إلياك سباين هتلاقي النوتش الكبير ده اللي هو الجريتر سياتيك نوتش زي ما قلنا عليه المره اللي فاتت. ده بيعدي في مين؟ ده بيعدي في السياتيك نيرف اللي هو اكبر نيرف في الجسم، اللي هو العرج النسا بيتسمى كده. بعد كده بالنسبه لي ده الجزء بتاع الاليم، ندخل على الجزء بتاع الاسكيم. قلنا الاسكيم ده موجود ورا ولا موجود قدام؟ لا ده موجود ورا، موجود في البوستيرور. شكله ال شيب، بيتكون من ايه؟ بيتكون من بادي وريمس. قلنا في البيوبس والاسكيم الاثنين بيتكونوا من بادي وريمس. وفي حاجه اسمها الاسكيال سباين، ده اللي بيقسم لك او ده الحد الفاصل بين الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش. يبقى قال لك ان الاسكيال سباين ده طالع من البوستيرو بوردر بتاع الاسكيم، ده اللي بيفصل لك بين الجريتر اند ليزر سياتيك نوتش. بتلاقي ايه تاني؟ بتلاقي الاسكيال تيوبريسيتي. والاسكيال تيوبريسيتي ده لما ناخد الجزء بتاع المصل هنعرف ان في مصل كتيره بتمسك فيه، وليه تقسيمه معينه كده هنعرفوها بعدين، عشان الجزء بتاع المصل ده مهم اللي بتمسك في الاسكيال تيوبريسيتي. وقلت لك الجزء ده انت لما تيجي بتقعد على الجزء بتاع الاسكيال تيوبريسيتي. في جريتر وليسر سياتيك نوتش، مين اللي بيفصلهم؟ بيفصل بينهم الاسكيال سباين. الجريتر سياتيك نوتش ده ممكن يعدي فيهم السياتيك نيرف زي ما قلنا، وبيبقوا متغطيين بتندون او تو ليجامنت قصدي، عشان ده بون متغطيين بتو ليجامنت، واحد اسمه ساكرو سباينس وواحد اسمه ساكرو تيوبرس. دول بيعملوا لك ايه؟ بيحولوا لك السياتيك نوتش الى فورامين، يعني بيسدوه لك كده عشان يبقى عباره عن فتحه يعدي فيها السياتيك نيرف. الجزء اللي بعد كده معانا هو الجزء الامامي من الهيب بون اللي هو البيوبس. هتلاقيه عباره عن ايه؟ زي ما قلنا عباره عن بادي وعباره عن ريمس، ولكن هنا البيوبس هيبقى عباره عن تو ريمس، في سوبيرور بيوبك ريمس وفي انفيرور بيوبك ريمس. يبقى سوبيرور ريمس وانفيرور ريمس، وعندك البادي بتاعه. بيقول لك ان البادي بتوع بيوبك بون، تو بيوبك بون اللي هم التو هيب بون قبل بعض، قلنا بيتحدوا عن طريق السيميفيزيال سيرفيس. يعني هنا في سيميفيزيال سيرفيس وهنا في سيميفيزيال سيرفيس، الاثنين هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لك الارتفاق العاني او السيميفيزيس بيوبس. بتلاقي زي ما قلنا عندنا سوبيرور ريمس، وده اللي بيكون او بيتحد عشان يكون لك الاسيتابليوم. عندك انفيرور ريمس، الانفيرور ريمس ده بيبقى موجود فين؟ ده بيتحد مع الاسكيم. يبقى عندك السوبيرور بيتحد مع الاليم والانفيرور بيتحد مع الاسكيم، وبيكون لك حاجه هما الاثنين مع بعض هسميها بيوبك ارش. بيوبك ارش، زود التفاصيل دي عشان لما تيجي جزء المصل هتلاقيها سهله. يعني الاتحاد بتاع الانفيرور بيوبك ريمس بتاع البيوبس مع الريمس بتاع الاسكيم بسميه بيوبك ارش، وهنعرفوا ايه المصل اللي بتمسك فيه. وبلاقي حوالين الجزء ده الفتحه دي سميناها ايه؟ تحت الاستابليوم سميناها اوبتريتور، اوبتريتور فورامين. يبقى هلاقي الاوبتريتور فورامين موجوده في الحته دي، ادي الاوبتريتور فورامين. هلاقي ايه تاني موجود جوه البيوبس؟ الحته اللي طالعه دي هي البيوبك كريستو، لو جيت بصيت في النهايه بتاعتها بتلاقي عليها البيوبك تيوبريكل. يبقى ده كده الهيب بون بالحاجات اللي احنا عرفناها فيها. عرفنا اول حاجه ان هي عباره عن ثلاث اجزاء، عباره عن اليم، عباره عن اسكيم، عباره عن بيوبس. البيوبس موجوده من قدام، الاسكيم موجوده من ورا. عرفنا ايه الاجزاء بتاع الاليم؟ قلنا هنعرفوها ازاي؟ ابدا من فوق، من فوق عندك الالياك كريستو، عرفنا التقسيمه بتاعته، وليه ثلاثه لب في الانتيرو التلتين. بصينا من قدام لقينا ان في اللي هي الالياك فصة. بصينا من ورا لقينا ان انا عندي ثلاثة جلوتيال لاين، واحد بوستيرور واحد انتيرور واحد انفيرور. بصينا على الجناب عشان نشوفوا ان انا عندي انتيرور سوبيرور الياك سباين ناحية البيوبس، انتيرور سوبيرور الياك سباين، انتيرور انفيرور الياك سباين. على الناحية التانية هتلاقي بوستيرور سوبيرور الياك سباين وبوستيرور انفيرور الياك سباين، تحتيهم الجريتر سياتيك نوتش. تدخل على الاسكيم هتلاقي ده اسمه اسكيال سباين، بيفصل لك بين الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش. وهتلاقي عن الاسكيم ليها بادي وليها ريمس وليها حاجه اسمها اسكيال تيوبريستي مهمه لازم تعرفها. دخلنا على البيوبس، قلنا البيوبس كان ليه سوبيرو بيوبك ريمس وانفيرو بيوبك ريمس وليه بادي وليه حاجه اسمها بيوبك كريست. نهايه البيوبك كريست بتلاقي عليها بيوبك تيوب. ده كده اللي اتكلمنا عليه في الهيب بون. يعني لو ذكرتوا الرسمة اللي موجودة في البي دي اف اللي فات والمحاضرة اللي فاتت هيبقى أحسن من دي معلهاش التفاصيل. هنا هتكلم لك على الاستابليوم. قلنا ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ديبريشن هتدخل فيه الهيد اوف ذا فيمر عشان يكونوا الهيب جوينت. الجزء اللي من تحت في الاستابليوم الانفيرور بارت اوف الاستابليوم مش هتلاقيه مكمل او مش هتلاقيه عامل الدورانه بتاعت الاستابليوم كله، لا ده عباره عن حته نوتش متساب كده عشان بسميه اسيتابولار نوتش. يبقى فيه اسيتابولار نوتش.
موجود فين؟ موجود في الانفيرور مارجن بتاع الاسيتابليوم. قلنا الشكل بتاع الارتكوليشن بتاع الاسيتابليوم مع الفيمر عشان يكونوا لك الهيب جوينت بيكون اكتر استابيليتي اكتر من الشولدر جوينت. وهتلاقي هنا صور بتظهر لك او بتظهر لك الليجامنت اللي موجودة معاك في الهيب جوينت، هنتكلم عليها برضو. هذا الشكل بتاع الهيب جوينت والاتحاد بتاع الاسيتابليوم مع الهيد اوف ذا فيمر. في حاجة نسيناها في الهيد اوف ذا فيمر هنتكلم عليها دلوقتي، برضه ليها علاقة بالجزء بتاع الهيب جوينت اللي هو الليجامنت اللي طالع من الهيد اوف ذا فيمر. فخلينا الاول نشرحه الفيمر وبعد كده نرجع تاني للجزء ده. بالنسبة للفيمر قلنا اهم حاجة بتميزها ان هي بتتحد مع الاستابليوم عشان تكون لك الهيب جوينت. وتحت بتتحد مع مين؟ بتتحد مع التibia والباتيلا عشان يكونوا الني جوينت. الفيبيولا ما بتساعدش في تكوين الني جوينت، ده هي التibia والفيمر زي ما قلنا، ومن قدامهم الباتيلا. وزي ما قلنا هي اكبر عظمة في الجسم. هنقسموها ازاي؟ طول ما هي لونج بون يبقى انت هتقسمها ان ليها بروكسيمال اند، ليها ديستال اند، وليها الشافت بتاعها. بالنسبه للابر اند او البروكسيمال اند بنلاقوا ان هي عباره عن هيد، عباره عن نيك، عباره عن جريتر اند ليسر تروكان. هذه الصوره اللي شرحنا عليها المره اللي فاتت، قلنا هيد وبعد الهيد بتلاقي نيك. جوه الهيد بتلاقي حاجه اسمها فوفيا او فوفيا كابيتس، دي اللي بيعدي فيها مين؟ بيمشي فيها ليجامنت وبيمشي فيها بلاد سبلاي رايح يغذي الهيد اوف ذا فيمر. قلنا هنلاقي ايه بعد النك؟ هتلاقي تو تروكانتر، جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر. تعالى وصل بينهم، لو وصلت بينهم خط من قدام اسمه الانتر تروكانتيريك لاين، من ورا اسمه الانتر تروكانتيريك كريست، ومعاه كذا حاجه الكريست ده. معاه تحت الجريتر تروكانتر هتلاقي فصه اسمها تروكانتيريك فصه، مهمه عشان في مصل بتمسك في الحتت دي. هتلاقي برضو الخط اللي موجود بين الليسر تروكانتر والجريتر تروكانتر اللي احنا قلنا عليه اللي هو الانتر تروكانتيريك كريست، بتلاقي عليه تيوبريكل اسمه كوادريت تيوبريكل، كوادريت تيوبريكل. تنزل بعد كده هتلاقي تو لاين معاك، البكتينيال لاين موجود ميديالي والجلوتيال تيوبريسيتي موجود لاترالي، ولما ينزلوا في الشفت يبداوا يتحدوا مع بعض عشان يكونوا لك حاجه اسمها اللينيا اسبرا. طب بالنسبه لي الديستال اند هتلاقي فيه ايه؟ سهل خالص. الديستال اند قلنا اربع اتنينات، هتلاقي فيه تو كوندايل، الميديال كوندايل واللاترال كوندايل. هتلاقي فيه تو ايبي كوندايل، الميديال ايبي كوندايل واللاترال ايبي كوندايل. وما تنساش ان في حاجه مهمه فوق الميديال ايبي كوندايل اسمها الدكتور تيوبريكل. الدكتور تيوبريكل موجوده فين؟ عشان لو جه سالك مش يعني ممكن يقول لك ميديال ايبي كوندايل ولا لاترال ايبي كوندايل، لا هي موجوده فوق الميديال ايبي كوندايل. وهتلاقي تو سوبرا كوندايلر لاين اللي هم ميديال سوبرا كوندايلر لاين ولاترال سوبرا كوندايلر لاين. وعندك تو سيرفيس، لو بصيت من قدام هتلاقي الباتيلر سيرفيس ده اللي بتبقى موجوده فيه الباتيلا، لو جيت بصيت من ورا هتلاقي البوبليتيال سيرفيس، وبين التو كوندايل حاجه اسمها انتر كوندايلر فوسا، انتر كوندايلر فوسا. دي التفاصيل اللي قلنا عليها في الفيمر. قلنا الابر اند بتاعت الفيمر تحتوي على هيد، تحتوي على نيك، تحتوي على جريتر اند ليسر تروكانتر. تعال نتكلم على الهيد اوف ذا فيمر. قلنا دي اللي بتعمل ارتكوليشن مع مين؟ مع الاسيتابليوم بتاعه الهيب بون عشان يكونوا الهيب جوينت. وفيها حته اسمها فوفيا كابيتس. الفوفيا كابيتس دي شكل عامل ازاي؟ ده بيطلع منها ليجامنت وبيطلع منها برضو بلاد فيزل رايحه تغذي الهيد اوف ذا فيمر. ادي الفتحه اللي احنا بنقول عليها فوفيا كابيتس، وادي ارتيريال سبلاي راح يغذي الهيد بتاعه الفيمر، وادي الليجامنت اللي بيربط الهيد اوف ذا فيمر مع الاجزاء بتاعه الهيب بون عشان يثبت لك اكتر الهيب جوينت او يثبت لك اكتر الهيد اوف ذا فيمر في الهيب بون. اسمها ايه؟ اسمها فوفيا كابيتس عشان يمسك فيها ليجامنت بيمسك في الهيد بتاعه الفيمر، وفي كمان جزء من البلاد سبلاي رايح يغذيها بيعدي في الفوفيا كابيتس دي. لو دخلنا على النك بيقول لك ان هي اللي بتربط الهيد مع الشاف، دي حاجه معروفه. بتقول لك ان هي بتنزل داون وورد باك وورد اند لاترالي، ده الشكل بتاع الهيد، رايحه لاترالي، رايحه باك وورد لورا وداون وورد. ده خلاها تعمل زاويه، والزاويه دي مهمه هنتكلم عليها بعدين، اللي هي الانجل اللي موجوده بين النك وبين اللونج اكسس اوف ذا شافت. يعني لو ده كده اللونج اكسس اوف ذا شافت والنك كده هتعمل زاويه هنا. الزاويه دي هنتكلم عليها لان الزاويه دي بتتاثر لما يحصل باراليسيس لبعض العضلات، هنتكلم على الجزء ده في المحاضره الجايه. يبقى الانجل دي بس اعرف دلوقتي ان هي بتكون 125 درجه. موجوده فين الانجل دي؟ موجوده بين النك اوف ذا فيمر وبين اللونج اكسس اوف ذا شافت. يعني لو دي كده الرسمه اللي انت شايفها دي كده النك وادي الشافت نفسه، يبقى ده اللونج اكسس اوف ذا شافت وده كده النك. هتعمل زاويه بينهم، هنعرف الزاويه دي ايه فايدتها، وهعرف منها ايه لو الزاويه دي زادت او حصل فيها مشكله. خلصنا الهيد والنك، ندخل على التو تروكانتر، الجريتر اند ليسر تروكانتر. قلنا دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن لارج ايمينانس، يعني بروزات طالعه من الفيمر. جينا وصلنا بينهم من قدام بلاقي كونت لي حاجه اسمها انتر تروكانتيريك لاين، من ورا كونت لي ايه؟ كونت لي انتر تروكانتيريك كريست، وعرفنا ان على الانتر تروكانتيريك كريست بلاقي تيوبريكل اسمه كوادريت تيوبريكل، كوادريت تيوبريكل. ندخل على الشفت كنا هنلاقوا فيه ايه؟ كنا هنلاقوا زي ما قلنا خطين، واحد اسمه الجلوتيال تيوبريسيتي
وواحد اسمه البوبليتيال لاين، والاتنين دول هيتحدوا مع بعض بس الجلوتيال تيوبرست هيظهر معاك من ورا. البكتينيال لاين قلنا موجود ميديال اكتر، هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لك حاجه اسمها اللينيا اسبرا. هنعرفوا ايه الماسل بعد كده اللي بتمسك فيه اللينيا اسبرا، هنقسموها الى ميديال ليب ولاترال ليب بتوع اللينيا اسبرا. عشان بعد كده لما تنزل ناحيه الديستال اند بتاعه الفيمر بتلاقي ان اللاترال ليب بتاعه اللينيا اسبرا والميديال ليب بتاعه اللينيا اسبرا بيكملوا مع السوبرا كوندايلر ريدج اللي موجودين تحت، الموجودين في الديستال اند بتاعه الفيمر، الميديال سوبرا كوندايلر ريدج واللاترال سوبرا كوندايلر ريدج. وما تنساش ان فوق الميديال ايبي كوندايل بتلاقي حاجه اسمها الدكتور تيوبريكل، هنتكلم عليها في اللور اند. اللور اند قلنا 4 في 2 اللي هم مين؟ اللي هم اللاترال اند ميديال كوندايل، لاترال اند ميديال كوندايل، فوقيهم لاترال اند ميديال ايبي كوندايل. وافتكر ان فوق الميديال ايبي كوندايل في حاجه اسمها الدكتور تيوبريكل. الكوندايل كان بتعمل ايه؟ كان بتعمل ارتكوليشن اول حاجه مع الفيمر، مع قصدي التibia اللي موجوده تحتيها عشان يتكون لك الني جوينت، وبرضه الجزء الانتيرور كان في حاجه اسمها الباتيلر سيرفيس عشان تبقى موجوده فيها الباتيلا، وبرضه تساعد في تكوين الني جوينت. يبقى التو كوندايل بيشاركوا في تكوين الني جوينت. جيب لك هنا المسل والليجامنت هنتكلم عليها بعدين طبعا. هنا موضح لك الشكل بتاع الهيب جوينت والارتكوليشن بتاع الفيمر، الهيد اوف ذا فيمر مع الاسيتابليان بتاعه الهيب جوينت، وموضح لك كمان الليجامنت اللي موجود في الهيد، اللي موجود في الحته اللي بنقول عليها الفوفيا كابيتاس. وقلنا كمان الفوفيا كابيتاس مش بس فيها الليجامنت بتاع الهيد اوف ذا فيمر، لا ده فيها ارتيريال سبلاي رايح يغذي الهيد اوف ذا فيمر كمان من الاوبتريتور نيرف هنتكلم عليه بعد كده. اجيب لك حاجه هنا يعني الجزء ده يعتبر لسه هنتكلم عليه بعدين، اللي هو الكوادريسيبس فيمورس ميكانيزم. في عضله اسمها الكوادريسيبس اللي هي العضله الرباعيه عشان ليها 4 هيد هنتكلم عليها، دي بتبقى موجوده في الفرونت اوف ذا ساي، موجوده في الساي من قدام. المحاضره الجايه ان شاء الله نشرحوها. دي بتمسك ازاي؟ ليها طريقه معينه تمسك بيها، ان هي اول حاجه بتمسك اول حاجه في الباتيلا، بعد ما تمسك في الباتيلا تروح تبعت حاجه من الباتيلا او ليجامنت من الباتيلا، يعني هي خلاص كلها مسكت في الباتيلا، بعد كده تبعت ليجامنت للباتيلا اسمه ليجامنتم باتيلي يروح يمسك في التيبيال تيوبروسيتي اللي هنتكلموا عليه، هنعرفوها بعدين الجزء بتاع الكوادريسيبس سيبك منها دلوقتي. جايب لك برضو هنا الشكل بتاع الليجامنت اللي موجوده في الهيب جوينت تعرفها، اللي هما مين عندك فيه. انا بص دلوقتي على انتيرور فيو، ببص على الليجامنت من قدام بلاقي ليجامنت بين الفيمر والإلياك فهسميه إليو فيمورال ليجامنت، إليو فيمورال ليجامنت. وهلاقي بين الفيمر والبيوبس فسميه بيوبو فيمورال ليجامنت، ده لو أنا من قدام. لو جيت بصيت ده برضو انتيرور فيو اللي هو الإليو فيمورال ليجامنت، وعندك زي ما قلنا البيوبو فيمورال ليجامنت. لو جيت بصيت على البوستيرور فيو هتلاقي ايه؟ بصيت من ورا هتلاقي مين ظاهر معاك من ورا؟ الاسكيام، يبقى اكيد هيتحد مع الاسكيام، هيبقى عندك إليو فيمورال ليجامنت ظاهر برضو معاك من ورا، ومعاك الاسكيو فيمورال ليجامنت. يبقى من قدام معاك البيوبو فيمورال ليجامنت عشان البيوبس هي اللي موجوده من قدام، من ورا معاك الاسكيو فيمورال ليجامنت عشان الاسكيام هي اللي موجوده من ورا، وادي المصل والليجامنت اللي بتمسك في الجزء ده. بعد كده عندك العظمه الصغيره اللي هي الباتيلا اللي بتكون لك او بتشارك في تكوين الني جوينت، بتبقى موجوده في الانتيرو سيرفيس بتاع الني جوينت. قال لك دي موجوده اكسبوزد، يعني ايه اكسبوزد؟ يعني معرضه او انت تقدر تلمسها بايدك، دي حاجه سبكوتينيوس كنا بنقدروا نحسوا الباتيلا شكلها عامل ازاي. خدنا في سنه اولى ان هي سيسامويد بون، بقول عليها العظمه السمسميه اللي هي الباتيلا عشان عامله زي الحبه بتاعه السمسم، ولكن مش في الحجم بتاعها يعني في الشكل. فدي اكبر سيسامويد بون في الجسم اللي هي الباتيلا. قلت لك الباتيلا بتعمل ايه؟ فوقيها العضله اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكوادريسيبس. الكوادريسيبس كانت تيجي تمسك في الباتيلا، بعد ما تمسك فيها قلت لك بتمسك كده من جميع الاتجاهات، تطلع من الباتيلا بعد ما تمسك تطلع من الباتيلا ليجامنت بسميه ليجامنتم باتيلي عشان يروح يوصل الجزء بتاع الماسل اللي جاي لها من فوق بتاع الكوادريسيبس، هنتكلم عليه الجزء ده بعدين، بالتيوبريسيتي او التيبيال تيوبريسيتي. وزي ما قلت لك تقدر تحسها بسهولة تحت الجلد. شكلها عامل ازاي؟ قلنا شكلها عامل زي حبة السمسم سيسامويد بون. بتلاقي في النهاية بتاعتها ان ليها الابيكس، الابيكس ده اللي بيمسك في الليجامنت اللي قلنا عليه هو الليجامنتم باتيلي، وده وظيفته ان هو يوصل الانسيرشن بتاع الكوادريسيبس فيموريس الى التيبيال تيوبروسيتي. كده احنا خلصنا الباتيلا. بعد الباتيلا بلاقي مين؟ بلاقي التibia، ودي اكبر عظمه في العظام بتاعه الليج. انت عندك في الليج في تibia وفي فيبيولا، التibia هي اللي موجوده من جوه اللي هي القصبه، والفيبيولا دي موجوده من بره اللي هي الشظيه. بيقول لك ان التibia دي لارج ويت بيرنج ميديال بون، يعني دي العظمه اللي موجوده ميديال في الليج برضه هي اللي بتتحمل الوزن بتاع الجسم، اما الفيبيولا هتلاقيها ضعيفه ما تستحملش وزن الجسم اصلا.
يعني التibia بتحمل وزن الجسم وبتشارك في الني جوينت، وموجودة ناحية الميديال واكبر طبعا من الفيبيولا. الارتكوليشن بتاعها بيحصل ازاي؟ احنا عارفين ان هو بيحصل ارتكوليشن بينها وبين الكوندايل بتوع الفيمر، تو كوندايلز بتوع الفيمر، عشان يكونوا لك الني جوينت. هي لونج بون فاكيد ليها ابر اند، ليها لور اند، وليها شافت. ايه المميز ليها اللي عايزين نعرفوه في التibia؟ هنراجعوها سريعا برضو زي ما راجعنا الفيمر. لو جينا من بصينا من فوق كده هنلاقوا ايه في البروكسيمال اند بتاعتها؟ هنلاقوا ان انا عندي تو كوندايل، ميديال كوندايل ولاترال كوندايل. فوق الكوندايل بلاقي ايمينانس اسمه انتر كوندايلر ايمينانس، الحته اللي موجوده قدامه اسمها انتيرور انتر كوندايلر اريا، الحته اللي موجوده من ورا اسمها البوستيرور انتر كوندايلر اريا. دي كده بالنسبه للانتر كوندايلر ايمينانس والجزء بتاع الكوندايل. هتنزل تحت هتلاقي التيبيال تيوبروسيتي، التيبيال تيوبروسيتي ده كده بالنسبه للبروكسيمال اند. بالنسبه للشافت قلنا هنلاقوا فيه ايه؟ هنلاقوا فيه سيرفيسز وبوردر. مين السيرفيس اللي موجودين معانا؟ عندك اللاترال سيرفيس، ومن ورا الجزء اللي من ورا كله البوستيرور سيرفيس، وهتلاقي الميديال سيرفيس. يبقى عندك لاترال، عندك ميديال سيرفيس، عندك بوستيرور سيرفيس. طب ايه البوردر اللي موجوده معاك؟ عندك برضو الميديال بوردر ناحيه الميديال، ناحيه الجسم من جوه، اللي هي موجوده من جوه. عندك الانتيرو بوردر ده اللي ظاهر معاك من قدام، وكمان تقدر تحسه لو نزلت بحدود كده او بخط تحت التيبيال تيوبروسيتي هتقدر تحس الميديال سيرفيس، قصد الانتيرو سيرفيس. لو رحت ناحيه اللاترالي ناحيه الفيبولا هتلاقي الانتر اوسيوس بوردر، اللي بعد كده هيعمل ارتكوليشن بالانتر اوسيوس ممبرين، او اللي هيربط بينه وبين الفيبولا الانتر اوسيوس ممبرين، ده اسمه الانتر اوسيوس بوردر. ننزل على الديستال اند. ايه اللي هتلاقيه موجود في الديستال اند؟ قلنا هنلاقوا ان انا معايا حاجه اسمها الميديال مالولاس، الميديال مالولاس، وده الجزء اللي تقدر تحسه كمان تحت في الانكل جوينت. انت لو جيت بصيت في رجلك من تحت بتلاقي ايه؟ بتلاقي في حاجه بنسموها الجفل. الجفل من الناحيه اليمين هو الميديال مالولاس، قصدي من ناحيه الميديال من جوه هو الميديال مالولاس. الجفل اللي من بره هو اللاترال مالولاس بتاع الفيبولا. لو جيت بصيت من ورا في حاجه نسيناها هنا، بتلاقيها موجوده في الشافت من ورا، وهي السوليال لاين، عشان بتمسك فيه ماسل هنعرفوها بعدين، اسمها السولياس ماسل عشان بتمسك فيه السوليال لاين. يبقى دي الاجزاء بتاعه التibia. الشافت اوف ذا تibia بيكون زي ما قلنا عباره عن بروكسيمال اند، وعباره فين البروكسيمال اند؟ عباره عن ديستال اند، وعباره عن الشافت. البروكسيمال اند بتلاقي ايه؟ او في الابر اند هتلاقي ايه؟ هتلاقي لاترال اند ميديال كوندايل، ودول اللي بيعملوا ارتكوليشن مع الكوندايل بتوع الفيمر عشان يكونوا الني جوينت. هتلاقي حاجه اسمها انتر كوندايلر ايمينانس، اللي قدامها بتلاقي انتر كوندايلر اريا انتيرور، واللي وراها هتلاقي بوستيرور انتر كوندايلر اريا. اللاترال كوندايل ده اللي بيعمل ارتكوليشن مع الهيد اوف ذا فيبولا. الفيبولا بتمسك في التibia فين؟ لو جالك سؤال كده هتقول له ان هو بيمسك فيه في اللاترال كوندايل. الميديال كوندايل هنعرفه ايه المسل اللي هتمسك فيه بعدين. بالنسبه بعد كده للشافت بتاع التibia بيكون تريانجولار مثلث، وليه 3 بوردر و3 سيرفيس. ايه هم 3 بوردر؟ قلنا انتيرور وميديال بوردر، وعندك انتر اوسيوس بوردر عشان يمسك بالانتر اوسيوس ممبرين في العظمه اللي موجوده لاترالي اللي هي الفيبولا. الانتيرو بوردر بتاع التibia هو كونتينيويشن من الجزء بتاع التيوبروسيتي. لو نزلت تحت التيوبروسيتي كده بتلاقي الانتيرو بوردر بتاع التibia. خدنا ملحوظه بالنسبه للتيبيال تيوبروسيتي، قلنا ده بياخد من الباتيلا اللي هو الليجامنتم باتيلي. فاكر الرسمه رسمتها لك بتاعه الكوادريسيبس؟ الكوادريسيبس هتنزل تمسك في الباتيلا، وبعد كده الباتيلا تطلع لك حاجه اسمها ليجامنتم باتيلي عشان تمسك في التيبيال تيوبروسيتي اللي موجود في التibia. عندك بعد كده لاترال بوردر او انتر اوسيوس بوردر، وفي من ورا بوستيرور سيرفيس بتاع الشافت. هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه السوليال لاين، السوليال لاين، وده اوريجين لعضله اسمها السولياس ماسل هنتكلم عليها بعدين. طب اللور اند اوف ذا تibia عرفنا ان فيها ميديال مالولاس، ميديال مالولاس، وهتلاقي الجزء ده اللي هيعمل ارتكوليشن مع التيلس اللي هي احد التارزال بون زي ما اتكلمنا عليهم، وبلاقي فيها ارتكوليشن طبعا مع الفيبولا. هنا بيقول لك ان اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال مالولاس بيعمل ارتكوليشن مع التيلس، وده منطقي لان الميديال مالولاس كده موجود ناحيه الميديال، فده الميديال بتاعه وده اللاترال بتاعه، فهو هنا التيلس بتبقى موجوده، فهو كده بيحصل ارتكوليشن بين اللاترال سيرفيس بتاع الميديال مالولاس مع التibia. ادي الجزء ده كده هو اللاترال سيرفيس بالنسبه للميديال مالولاس. ندخل على الفيبيولا. دي موجوده لاترال سلندر، عظمه طويله موجوده لاترال في الليج، وزي ما قلنا هي ملهاش دور في تكوين الني جوينت، مش بتشارك في تكوين الني جوينت، ولكن لو نزلت تحت بتلاقيها بتشارك في تكوين الانكل جوينت عن طريق اللاترال مالولاس بتاعها. هنقسموها ازاي؟ نفس الفكره، هنقسموها الى ابر اند، هنقسموها الى شافت، هنقسموها الى ديستال اند. الابر اند بتاعتها
تحتوي على ستيلويد بروسيس بالايبكس بتاعته، تحتوي على هيد، تحتوي على نيك. يبقى ليها ستيلويد بروسيس، والستيلويد بروسيس ده اللي بيعمل ارتكيوليشن مع اللاترال كوندايل زي ما قلنا بتاعه التibia. الشافت بتاعتها تختلف على الشافت بتاعه التibia في حاجه، ان هي ليها 4 بوردر و4 سيرفيس. هذا الفيبولا اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت قلنا عباره عن ايبكس او ستيلويد بروسيس ماسك في اللاترال كوندايل زي ما انت شايف بتاع التibia. هتلاقي هيد وهتلاقي النك اوف ذا فيبولا. تنزل تحت هتلاقي السيرفيس. ليه كام سيرفيس؟ ليه 4 سيرفيس. في ميديال سيرفيس، في انتيرور سيرفيس الجزء الصغير ده، وفي اللاترال سيرفيس، وفي من ورا البوستيرور سيرفيس بتاع الفيبولا. ده كده اللاترال سيرفيس، وفي من ورا زي ما قلنا البوستيرور سيرفيس. هتلاقي ايه تاني كبوردر؟ هتلاقي برضو 4 بوردر، انتيرو بوردر وانتر اوسيوس بوردر ولاترال وميديال بوردر. والانتر اوسيوس ده هو اللي بيمسك بالانتر اوسيوس ممبرين مع الانتر اوسيوس بوردر بتاع التibia. لو نزلنا تحت هنلاقوا ايه؟ هنلاقوا طبعا اللاترال مالولس، ومن جوه بتلاقي فاسيت موجود ناحية الميديالي، فاسيت بجنب اللاترال مالولس. بيقول لك هنا ان الميديال والانتر اوسيوس بوردر بتوعها زي ما قلنا هما اللي بيعملوا ارتكيوليشن عشان يكونوا الانتر اوسيوس ممبرين مع التibia. لو نزلنا على اللور اند بلاقي فيها ايه؟ بلاقي فيها اللاترال مالولس بتاع الفيبولا من بره. انا قلت لك في حتتين انت بتحسهم لو نزلت تحت عند الانكل جوينت، سميناهم احنا ايه؟ بنسموهم الجفل. لو جيت بصيت هتلاقي بروز من الناحيه الميديالي، ده البروز بتاع الميديال مالولس. دي حاجات سبكوتينيوس تقدر تحسها. لو جيت على الناحيه اللاترال بتلاقي ايه؟ بتلاقي اللاترال مالولس بتاع الفيبولا. عشان كده قال لك هما سبكوتينيوس هتقدر تحسهم تحت الجلد. وبرضه بتعمل ارتكيوليشن مع التيلس عشان يكونوا مين؟ عشان يكونوا الانكل جوينت. تحت الارتيكولار فاسيت بتاعها بتلاقي حاجه اسمها مالولار مالولار فصه. بعد كده معانا البونز اوف ذا فوت، ايه العظام اللي موجوده في الفوت. قسمناهم ازاي؟ قلنا عندي ترزل، عندي ميتا ترزل، عندي فلانجيس. الترزل كانوا 7، وقلنا مشهورين بجمله كده قلنا عليها اللي هو تامر كالكبده نيه وثلاث كتاكيت. اول عظمه معانا هي عظمه التيلس، ودي العظمه الوحيده اللي بتشارك في التكوين بتاع الانكل جوينت مع التibia والفيبولا من فوق اللي هي التيلس. تاني واحده كانت الكالكينيوس او الكالكينيوم اللي هي عظمه الكعب، بتكون لك الهيل اوف ذا فوت. الهيل اوف ذا فوت هو الكعب. هتنزل بعد كده هتلاقي كالكبده نيه، يبقى عندك كيوبويد. بعد الكيوبويد هتلاقي نافيكولار. وبعد النافيكولار هتلاقي التلاتة كيونيفورم اللي هم التلات كتاكيت، الميديال واللاترال والانترميديات كيونيفورم، ودول اللي بعديهم على طول بتلاقي الميتا ترزل، وبعد الميتا ترزل بتلاقي الفلانجيس. هيجي كلمك على كل واحدة فيهم، هناخده بس الحاجات العامة بس، مش عايزين نتكلم في تفاصيل كتيرة. بالنسبة لي الكالكينيوس قلنا دي عبارة عن ايه؟ ده أكبر عظمة من العظام بتاعة الفوت. أكبر عظمة في الفوت وأكبر عظمة في الترزل بون هي الكالكينيوس، ودي اللي بتكون لك البروز اللي طالع اللي هو الكعب بتاع القدم. بيقول لك ان هي بتعمل ارتكيوليشن فوق مع التيلس موجوده فوقيها، وقدامها موجوده الكيوبويد. وهنا شارح لك السيرفيس بتاعتهم بالحاجات اللي ماسكه فيهم. بس دول هيبقوا اسهل بعدين لما نتكلم على الجزء بتاع الماسل والليجامنت والحاجات دي، هيبقى اسهل مش هنتكلم عليهم دلوقتي. بالنسبه لي التيلس دي قلنا ايه اهم ما يميزها؟ ان هي دي اللي بتعمل ارتكيوليشن مع التibia والفيبولا عشان تكون الانكل جوينت. موجوده فين؟ موجوده تحت، يعني موجوده تحتيها الكالكينيوم او الكالكينيوس زي ما قلنا، في ارتكيوليشن بينهم. عباره عن ايه؟ عباره عن هيد وعباره عن نيك وعباره عن بادي، ومالناش برضو دعوه دلوقتي بالتفاصيل بتاعتهم. بعد كده عندك النافيكولار بون، دول بقول لك ان هو بتقدر تحسهم في الميديال بوردر بتاع الفوت. برضو يعني كلام عام يعني كلام عام مش عايزين نحفظه برضو الحاجات اللي فيه. الكيوبويد بون، وعندك بعد كده الكونيفورم. وقلنا الكونيفورم دول عبارة عن 3 سمول بونز، واحدة ميديال واحدة لاترال، واللي بينهم اللي هي الانترميديات، ودول اللي ليهم علاقة بعديهم على طول هتلاقي الميتا ترزل، تبدأ بعديهم الميتا ترزل بون. ندخل بعد كده على الميتا ترزل والفلانجيس اخر حاجة معانا. قلنا الميتا ترزل كانوا عبارة عن ايه؟ برضو عددهم 5 نفس بتوع الهاند. برقمهم ازاي؟ قلنا ال5 ميتا ترزل برقمهم ميديال تو لاترال، يعني انا بدايتي كانت البيج 2، ده البيج 2 ده رقم 1 ميتا ترزل رقم 1، لغاية ما توصل للليتل 2 اللي هو الفينجر الصغير او الصباع الصغير، ده اللي هو رقم 5 معايا زي ما رقمناهم المرة اللي فاتت. يبقى ده البداية، ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4، ده رقم 5. ده موجود ناحية الميديالي. خلي بالك ان البيج 2 موجود ناحية الميديالي على عكس الصمب كان موجود لاترالي، ما تلخبطش بينهم.
هنا بيقول لك ان اكبر واحده في الميتاتارزال بون هي الفيرست ميتاتارزال بون لارج اند سترونج، ودي اللي هي بتاعه الصباع الكبير. وظيفته ايه؟ ان هو بيعمل سبورت للوايت اوف ذا بادي، هو اللي بيحافظ على التوازن بتاع الجسم ويحافظ على برضه اللي يقدر يشيل الوزن بتاع الجسم. بعد ما نخلص الجزء بتاع الميتاتارزال ندخل على الجزء بتاع الفلانجيس. انا عندي كل الفينجر او كل التو تحتوي على في اللور ليمب هقول تو، كل التو بتحتوي على 3 فلانجيس ما عدا مين؟ ما عدا البيج تو يحتوي على 2 فلانجيس بس، اما الباقيين بيحتوي على 3 فلانجيس. وادي المصل اللي ماسكه فيهم اللي هنتكلم عليها بعدين. ده كده احنا عملنا مراجعة سريعة على الجزء بتاع البون برضو يعني. لو في جوينت اتشرحت او ليجامنت قلناها في الجوينت يعني حاولوا تعرفوها، عشان لو اتشرح الجزء ده بعدين بتفاصيل اكتر تبقوا يعني واخدين فكرة عنه، يبقى سهل بالنسبة لكم. المحاضرة دي تعتبر عملي اكتر، ولكن انا حبيت اشوف الكلام النظري المكتوب فيها المهم اللي احنا ممكن نحفظوه ونبقى عارفينه وعلمت لكم عليه.